I don't have time. حواراتكم كتير قوي، حواراتكم ما بتخلصش. حقيقي أنا عرفت أختار اسم البرنامج ده من خلالكم. حلقة النهاردة مهمة شوية، أو المفروض بتسأل عليها كتير قوي. لما أبقى موجودة في علاقة فاشلة أو سامة، إزاي أتخطاها؟ فالنهاردة هيكون عنوان الحلقة بتاعتي إزاي تعملي موف أون من علاقة سامة. طبيعي ان احنا كلنا مرينا بتجارب في حياتنا، او كلنا عشنا قصة حب انتهت بحزن، انتهت بألم. في ناس ربنا كرمها انتهت بجواز وبعد كده حصل انفصال، في ناس استمرت، في ناس سابت، في ناس اتسابت. بس مفيش حد فينا ما حصلش معاه ان هو يتخطى علاقة اثرت فيه. حتة ان انا اتخطى دي في حد ذاتها صعبة. الحب ممكن يتنسي في يومين ثلاثة، على فكرة الاصعب التعلق. يعني لو بصيتي في اي ريليشن شيب او علاقه انت بتدخليها، بيبقى بالنسبه لك الاصعب ان انت كنت متعلقي بحاجه، او في حاجه في روتين يومك ثابته معاكي ومره واحده مش موجوده. زي المخدرات، المخدر انا اتعودت فمش قادره ابطل. فوجود شخص في حياتي كل يوم بصحى اكلمه، بنام اكلمه، خارجين داخلين طالعين عايشين بناكل مع بعض، مره واحده الشخص ده مش موجود. سوري يعني، ده لو حيوان جايباه تربيه في البيت هتزعلي عليه. طبيعي هتعب. طب الحب، لا احنا الستات لو جه واحد جاب لك بوكيه ورد وشوكليت واهتم بيك يومين هتحبيه. احنا ناقصات عقل ودين. فيعني برضو في حاجات كده عندنا، لا ما عندناش مشكله يعني. هو ده مشي، جه حد اهتم هحبه عادي مفيش مشكله. بس المشكله في حته ان انا اتعلق. طب اتعلق يا امان ازاي؟ اتخطى العلاقه او الشخص ده. عشان تتخطي العلاقه دي او العلاقه السامه دي، في خطوات معينه بالنسبه لي انا. دي البلين بتاعتي انا، خطتي انا، امان الاباجوري تختلف عن اي حد. بمشي على الخطوات دي. الخطوات دي لو انا مشيت عليها صح في التوقيت الصح هنساه او هتنساه. لاني انا ضد كلمه النسيان، لان انا ما اعتقدش ان في حد هيقدر ينسى حد دخل حياته هيتنساه. ما حدش هيقدر ينسى حد مثلا وجعه او فرحه. احنا بنتناسى عشان نعيش، بس ما فيش حد بينسى. تمام. اول حاجه عشان اعرف اعمل موف اون من العلاقه دي، اول حاجه ببدا بيها الموبايل بتاعي بمسكه، بعمل ديليت لارقامه، للسوشيال ميديا، للاكونتس بتاعته. كل حاجه تخص البني ادم ده لازم تبقى ممسوحه من على الموبايل، من صور، من ذكريات، من شاتات، من اكونتات، من ارقام. مفيش حاجه اسمها لا ثواني اصلي يا امان انا همسحه من كل حاجه بس هسيبه على التويتر، اصله ما بيفتحش التويتر. لا، انا وقت ما اقرر اني انا امشي او انفصل، او ان العلاقه دي فعلا هدتني وانا مش هقدر استحمل في الوضع ده، الوضع ده تعبني، انا اول حاجه بمسكها الموبايل بتاعي. بلوك فيسبوك، بلوك نت، بلوك تويتر، بلوك يوتيوب، بلوك من كل حته ما تظهرليش ولو صدفه. ارقامك كلها دليت من على الموبايل، ما تبقاش عندي على الواتساب. اي صوره جمعتنا او شات ما بينا، الذكريات اكبر عدو للبني ادم. الذكريات هي اللي بتفكرك. شارع كنت بتمشي فيه معاه ما مشيش فيه تاني، كافيه كنت على طول بقعد فيه معاه ما روحوش، الفتره اللي انا بحاول اتناساه فيها ما روحوش. طب هو شغال معايا اعمل ايه؟ اخد اجازه، اغير الشغل، اغير الشفت، المهم ان انا الشخص ده اول حاجه اقطع اتصالي معاه ببلوك من كل حاجه. الموبايل ده يرجع جديد كأن الشخص ده مش موجود او ما دخلش حياتي. طيب، بعد كده بتبتدي رقم اتنين. قبل ما تنزلي بقى شغل، النقطة دي مهمة، انتي بتقعدي مع نفسك، مع نفسك، تمام، وبتحطي كل حاجة وحشة الشخص ده عملها في حقك. بعد ما بتمسحي كل حاجة بتقعدي انت اللي هتساعدي نفسك، محدش هيساعدك. يعني انا بالنسبة لي في حياتي عموما، لو حد فضل جنبي يقول لي انا في الاخر، في الاخر الكلمة الاولى والاخيرة في الموضوع ليا انا ما بيفرقش معايا. يعني حته تزن على الودن امر مساح دي ما بتجيش معايا انا خالص. يعني لو مصر كلها قعدت تزن والموضوع مش على كيفي انا ما بعملهوش. ده انا كأمان. بس في غيري ممكن يرمي ودنه للناس، في غيري لا ممكن يسمع للناس، في غيري ممكن حد يأثر عليه. انا من النوع اللي ما بتأثرش، يعني ممكن اثر في اللي حواليا بس انا ما حدش بيأثر معايا. فطبيعتي غير طبيعتك. طب منعا اني اتأثر او اأثر او اي حاجه، تمام، انا الموبايل بتاعي هعمل كل حاجه ديليت وابقى انا قاعده مع نفسي. رقم اتنين، دي اهم نقطه، تقعدي مع نفسك تحطي كل حاجه وحشه وبشعه الشخص ده عملها. سابك في وضع ما كانش ينفع يسيبك فيه، قال لك كلمه تجرحك،
سماعة كلام ملهوش لازمه. المهم ان في كده حاجات كده معينه، واخده بالك، لازم تحطيها قدامك. لو حطيتي الحاجات دي قدامك انت اللي هتكرهيه، انت اللي مش هتبقي عايزاه، بدون ما يتدخل اي حد وبدون ما يقنعك اي حد. فانا رقم 2 بلعب على نفسي ان الشخص ده ما كانش يستاهلني، ان الشخص ده ما كانش ينفع انه يبقى موجود معايا. فرقم 2 اهم من رقم 1 بكتير قوي. لان انت ممكن تمسحي الديتيلز دي او تمسحي الداتا والصور و بس انت من جواكي لسه عايزاه وبتفتكري له الحلو. حته ان انا افتكر له الحاجات الجميله بس، عمري ما هعرف انساه، عمري. طيب رقم 3 يا امان. رقم 3 ببدأ انزل شغل، انزل شغل واتعرف على ناس. نزول الشغل مش بهدف ان انا اجيب فلوس في التوقيت ده، لا، نزولي الشغل بهدف الهي نفسي. لان المثل بيقول لك الفاضي يعمل قاضي. لو ركزتي على الناس اللي مراقبه اخبار الناس وقاعده لده وقاعده لده وعندها استعداد تعرف ده فين وده خارج فين، الناس الفاضيه، الناس اللي بتشتغل ما عندهاش وقت. يعني فعلا اي دونت هاف تايم، يعني اي دونت هاف تايم ان انا مثلا اعرف مين رايح فين وجاي منين، مين بيقول على مين، مين عنده استعداد يتكلم في اي موضوع. انا ما عنديش وقت لنفسي. ليه بقى؟ لان الشغل اوريدي مخليكي ما عندكيش وقت لحد تعرفي حاجه عن حد. يعني انا ممكن ابقى قاعده دلوقتي في عيلتي وسط اهلي، في احداث حاصله انا ما اعرفش بيها، مش عشان انا مش مهتمه، عشان انا اساسا فعلا ما عنديش وقت اعرف الموضوع بيتكلم على ايه ولا هو مين مع مين ولا. ففي حاجات بتقع منك لما بتشتغلي وتلهي نفسك، ما بيبقاش عندك تايم لحد. يو دونت هاف تايم فعلا يعني. فالناس اللي عندها وقت وعندها استعداد انها تفكر وتعمل وتسوي، دي الناس الفاضيه اللي مش وراها حاجه، اللي بتاكل وتشرب وتنام زي الباندا دي، تلاقي عندها الاخبار كلها. فانت لو في التوقيت ده قعدتي في البيت تاكلي وتشربي وتنامي، هتضعفي، هتكلميه، هتبعتي له مسج، هتراقبي الاكونتس، هتعملي اكونت فيك عشان تجيبي اخباره، هيجوا اصحابك عندك ويقعدوا يفكروكي، هتكلميه وتخرجي معاه. طب انا مش عايزه ده كله يحصل يا امان، طب انا هعمل ايه؟ انا هنزل شغل لو مش بشتغل. طيب انا واحده ماليش في اجواء الشغل ده وانا مش هعرف وما بحبش الاوضاع الاجتماعيه والشغل والعمل، انا ست ماليش في الكلام ده، اعمل ايه؟ اشتركي في نادي سوري وانزلي، خدي نفسك كده والبسي واخرجي كل يوم في حته، روحي عند اصحابك، روحي عند خالتك تونسي، روحي عند اي حد، المهم ما تقعديش مع نفسك.